كارثة أثرية، أسورة دهب نادرة اتسرقت من المتحف المصري في التحرير. إيه الحكاية؟ تعال أقول لك. في الوقت اللي الناس ملهية فيه بالحروب والأحداث السياسية في المنطقة، حد قرر إنه يسرق أسورة الملك بسوسنس الأول، وده واحد من ملوك الأسرة 21 وأهمهم لأنه حكم مصر في فترة الانقسام السياسي بين الشمال والجنوب. القطعة دي اتسرقت من مخازن قسم الترميم في المتحف، كانت المفروض هتشارك مع كام قطعة تانيين في معرض دولي بإيطاليا. الموضوع ده اكتشفوه يوم الأربعاء اللي فات وهم بيجردوا المخزن، وعلى أساسه تم تقديم بلاغ. حد هيجي يقول لي يعني إيه يا شهاوي؟ هو اللي سرق مش عارف إن القطعة أصلاً مسجلة؟ يعني هيبقى صعب التصرف فيها؟ هقول لك لا، اكيد عارف، وكمان عارف قيمتها اللي ما تقلش اهميه عن قناع الملك توت عنخ امون. الاسوره دي 600 جرام ذهب مطعمه بالعقيق اللازور والفلسبار الاخضر، كانت معروضه قبل كده في قاعه ذهب 3 في المتحف، ودي جزء بسيط من كنوز مقبره الملك بسوسنس الاول اللي اكتشفها عالم المصريات الفرنسي بيير مونتيه سنه 1940، ودي واحده من المقابر القليله جدا اللي وصلت سليمه. الاسوره دي كانت تحت عهده مسؤولي قسم الترميم، لكن للاسف معامل الترميم ما فيهاش كاميرات مراقبه. ازاي؟ معرفش. دلوقتي التحقيقات شغاله مع كل الاشخاص اللي كان ليهم علاقه مباشره بالاسوره، وكمان تم التحفظ على موبايلاتهم، وهيتم تفريغ الكاميرات اللي في محيط المتحف، لعل وعسى يتعرف مين الحرامي قبل ما الاسوره تطلع بره مصر ونشوفها بعد كام سنه معروضه في واحد من متاحف العالم.